هو الراجل إن ما كانش يتخانق مع مراته والست تتناقر مع جوزها يبقى فيه ما بينهم عمار، يبقى فيه حب. الخناق والنقار دول فيتامين الجواز. ماري سليم حبيب نصر الله هي الفنانة ماري منيب، اتولدت في لبنان لأسرة مسيحية من أصل سوري. انتقلت إلى مصر مع عائلتها وعاشت في شبرا. بدأت موهبتها الفنية في سن صغير، اضطرت للعمل وهي عندها 12 سنة بعد وفاة والدها، فاتفقت مع أختها إنها تشتغل رقاصة في ملهى ليلي برود الفرج. اشتهرت في الفترة دي برقص القلل على راسها بدل الشمعدان، وانضمت بعد كده لفرقة علي الكسار، وتعرفت على بشارة وكيل اللي أعجب بفنها وانضمت لفرقة الريحاني. وبعد فترة شاركت في أعمال سينمائية، شاركت في العديد من الأفلام الشهيرة، وأشهر أدوارها دور الحما اللي كانت بتتدخل في شؤون الأبناء وبتصير المشاكل بشكل كوميدي. من أشهر أفلامها حماتي ملاك وحماتي قنبلة ذرية والحموات الفاتنات. اتعرفت باسم ماري منيب على اسم زوجها الأول الممثل الكوميدي فوزي منيب، والطريف إنها اتعرفت عليه في القطر وكان عندها 14 سنة. كانوا في رحلة إلى الشام مع فرقة غنائية واتجوزوا في القطر، ولما أمها عرفت رفضت وغضبت جدا، وأكتر من مرة حاولت تطلقهم بس معرفتش، وفضلت ماري تحمل اسمه حتى وفاتها. تزوجت للمرة التانية من زوج أختها الراحل المحامي المصري عبد السلام فهمي، وعاشت مع الأسرة الجديدة المسلمة متمسكة بديانتها المسيحية. وتأثرت ماري بالطقوس الإسلامية وحكم وتلاوة القرآن يتلى كل يوم في منزل حماتها، وكانت بتشرح لها معاني السورة، وحفظت بعض آيات القرآن حتى أسلمت وأشهرت إسلامها في المحكمة رسميا، واختارت الاسم الجديد أمينة عبد السلام، لكنها احتفظت باسمها الفني، وكان آخر أعمالها الفنية لصوص لكن ظرفاء مع عادل إمام وأحمد مظهر. توفيت ماري بعد الانتهاء من تصوير الفيلم قبل ما يتعرض في السينما. متنسوش لايك وكومنت.